السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا بصحه جيده يا رب. نلقاكم لا فيديو تاعنا اليوم بخير وعلى خير. جيتكم بواحد القندوره حلوه تهبل وبارده للصيف. شوفوا هنا واش فيها غير هاد الفولاغ. هنا قيتولي نتاكد من لا كولور تاع الفولاغ اذا خارجه ولا لا، بيسك هنا صعبت عليا باش نخير لا كولور. هذا واش لقيتو يليق عليها. هنا واش درت، حكمت القندوره تاعي هنا 2 مترات، طويتها على اثنان بالطول كما العاده والعوايد. وهنا واش راح ندير طريقه الداخل في الخارج. هنا اول حاجه راح حكمت الطول الكلي. هنا جيت الجهه المغلوقه، هنا راح نبدا بالامام. حكمت هبطت ب21 سنتيم باش درت حردة عفوا الإبط، وكنت دخلت ب3 سنتيم في هذاك المستطيل اللي كنت درته. نهبط ب27 سنتيم وندير دورة الصدر. هنا درت 27.5 اسمها 27 ونص، أي دورة الصدر على 4. وهبط للخصر ب40 سنتيم ودرت 25 هي دورة الخصر على 4 بالطبع. من بعد من دورة الخصر نهبط ديريكت آخر نقطة في القندورة. أنا بالطبع ديما نزيد 4 سنتيم نتاع الخياطة، ديما نزيد 2 أصابع. هنا نهبط ديريكت قلت لكم آخر نقطة تاع القندورة اللي هي الدفارة. وديما نطلع ب4 سنتيم باش ما تجيناش لي كوتي هابطين تاع القندوره. وهي كل ما زادت لي فازي تاع القندوره وعرادت قد ما نزيدو نطلعو. شوفوا هنا نحكم الامام ونقلبو على الخلف. الجهه اللي تحت تاع الامام راح عفوا الجهه اللي فوق تاع الامام راح نقلبها من تحت ما يندرنا الجزء السفلي يعني. هنا راح نعدلو دورة الصدر وين راح تجي يكفينا القماش المتبقي. ركزوا معايا كيفاه. وديما نخليو لا بورجور هذيك الحاشيه اللي راح نخيطها في الخلف تجينا واحد ونص سنتيم. هذه اللي راح نخليوها باش تجينا اونجري غوب. شوف انا ما قصيتش 4 سنتيم اللي كنت طلعت بيهم، راح نقصهم مع الخلف. هنا بعد ما فصلت الخلف على الامام راح ندير لي بانس. هنا نهبط من الكتف حتى 27 لحلمة الصدر. هنا ندخل ب11 سنتيم اللي هي الفرق بين الحلمتين على 2 ويختلف كي تعود المرأة شوية ضعيفة نقصو، كي تعود بصحتها نزيدو. هنا حسب القياسات نمشيو. وطول البانس راح يكون 26 من 26 حتى 28. انا درت 26 فقط. انا حكمتهم النقاط هذوك باللي زيبانجل وعينت لي بانس تاعي في 4 تاع الامام وتاع الخلف. هنا بعد نديرو الرقبه تاع الخلف. راح ندير دورة العنق 7 سنتيم من 7 حتى 8. انا هنا حبيتها شويه صغيره درت 7 سنتيم. وغمق الرقبه درت 10. هي نقدر نديرو 8 حتى 10 كل وحده واش حاب. تقدر دير كتر تحب تجي هابطه، تحب ديرها في تحب الشكل اللي حبيتيه. قيدوش بالفصالات يعني. انا
حبيت ندير واش اللي قاعده كما نقولوا، حبيت نوصل لكم واش قاعده ندير برك. هنا درت بعد الامام 7 دورات العنق، ودرت 20 سنتيم غمق الرقبه. انا هبطت ب15 سنتيم، وليت دخلت هنا بجهه المغلقه ب1.5، وهبطت في كيما هكذا حتى النقطه تاع 20 سنتيم، وليت دخلت 2 سنتيم ودرت هاد الدائره. كي نقصوا تحصلوا على الشكل هذا، شوفوا معايا. انا حبيت نقص شويه باش تبان عفوا لا فورم تاع الرقبه. هنا راح نديرو المراوح. هنا نحكمو 50 سنتيم، عفوا نحكمو قطعه مربعه الشكل 50 على 50، يعني سما طول 50 وعرض 50، سما تجي قطعه مربعه. هنا وسيه بيسك القماش تاعي كي تقص هذا الفولاغ ما تقصش قد شويه عذبني. هنا زوج قطعات، قطعه تاع الموس وقطعه تاع موس. شوفوا هنا شويه جاني واعر بيسك اصلا الفولاغ خفيف وملس، شويه يعيي في خدمته. انا نحاول نعدلهم. ليسونسيال يكون الطول تاع المربع 50 سنتيم، راح نطويه على 4 بالشكل هذا. هادو امزوج اكمام. هنا نحكمو من لو كوان نهبطو ب25 سنتيم، ونمشي هكذا ب25 سنتيم. بعد راح نقصو دائري هكذا باش نتحصلوا على دائره القطر تاعها 25 سنتيم. هنا نعين المنتصف، وزيد نعين المنتصف الاخر. هنا نكونوا قسمنا الدائره ل4 اجزاء. هنا الفولار ملس يعذب شويه في فصالته. هنا راح نزيد نبين الخطوط اللي كنت درتهم. ما درت خط عفوا درت علامه زائد، خط افقي وخط عمودي. هنا واش راح ندير؟ نحكم القيس تاع حردة الابط. هنا كي نحسبوا نحيو الجزء تاع الخياطه، عفوا دوك جزء اصابع تاع الخياطه، ونحيو صبع من فوق تاع خياطه تاع الكتف، ونحسبوا الدوره تاع حردة الابط. هنا نحطوها على 2 باسكو انا حسبت غير الجزء الامامي. نحسب قيد 25 نزيد 25 تاع الجزء عفوا الخلفي. هو نورمالمون نخيط الكتاف ونخيط لي كوتي، من بعد عاد نحسب الدوره. هنا ما حبيت نفصل قبل ما نخيط. واش ندير؟ 50 سنتيم نقسمها على 6. هنا قيدت 8.3. شوفوا هبطت من النقطه تاع المنتصف ب 8.3، ومن بعد من النقطه هذيك درت بها هبطت من النقطه هذيك، زدت حسبت تحتها 8.3، درت دائره القطر تاعها 8.3. راهم تكونوا فهمتوا عليا، دائره القطر تاعها 8.3. وانتوما ديروا القيس اللي تحسوا عليه، ما تقيدوش بالقياسات تاعي. انا بعد طويت هذيك الدائره اللي كنت درتها القطر تاعها 8.3،
طويتها على 2 بالشكل هذا باش كي نقصها تجينا قد قد. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا عليا. ركزوا بك مع لا فيديو باذن الله راح تفهموا. شوفوا معي كي نحلها كيما هكذا راح نتحصلوا على حردة الابط. هذا الجزء اللي راح يتخيط مع حردة الابط. هذا الكم اللي نتحصلوا عليه كم المروحه. لكم هذا الجزء يتخيط مع حردة الابط. هنا واش راح ندير؟ راح ندير زوج شرائط راح نخيطهم في الرقبه. بعد راح كي نخيطهم تفهموا. شوفوا برك واش رايح ندير. هنا راح هو مطوي على 2 حسبت 5 سم عفوا 5 سنتيم عرض على 2 مع 10 كي نحلوه، والطول 50 سنتيم. بعد نديرو هاد المثلث اللي يجي من تحت. نحز نطوي وندير الثاني. هادو راح يجيو على الرقبه في الفي تاع الرقبه ويتربطوا مع بعضهم. راح طبعا نخيطهم ونقلبهم. هنا اول حاجه نديرها نخيط الخلف منتصف تاع الخلف وندير لي بانس تاع الخلف وتاع الامام ومام السجاف تاع الخلف نخيطه. نحكم النقطه نتاع حلمة الصدر والنقطه الثانيه تاع 26 سنتيم طول تاع البانس ونخيطه بالشكل هذا. نبدا من نقطه وندخل المنتصف بواحد ونصف ونخرج للنقطه الاخيره تاع طول البانس. بعد كل بدايه ونهايه الخياطه نديرو بوان داري باش ما تفتحلناش الخياطه. هنا نجيبو السجاف تاع الخلف هنا نخيط الخلف باش نحطو اكوطي ونولي للامام. نحط الوجه تاع السجاف على الوجه تاع الرقبه بالطبع ونخيط. بعد راح نكرونتي ونقلب. هنا تقدروا تحدوا فيه لا فيزلين. انا بس ما راحش نخيط في حاجه ولا نورمال نديرو بلا افيزلين. تقدروا ما تستشفوه بالليبي كل وحده واش حابه والطريقه اللي حابه ديما نحكيو فيها. نجيبو هاد الشرائط نخيطوهم بالطبع ونقلبوهم ونحدوهم. شوفوا هنا بعد ما حددتهم راح نجيب الرقبه ونخيطهم في الفي. قلت لكم هاد الشرائط نخيطهم في الفي باش كي بعد نسجف ما راحش يتحركوا لي ولا يبقوا في بلاصتهم. هنا بيسك راح نخيطهم بين الرقبه والسجاف. كي نقلب السجاف يخرجوا. ركزوا برك معاي مع لا فيديو. الخياطه تاعهم بالطبع تجي من الاسفل يعني لا فيديو واضح وسواء شويه تركيز راح باذن الله تفهموا. هنا نجيبو السجاف بعد ما كنت حددت فيه بعد بالطبع اللافيزلين. نحط الوجه مع الوجه ونخيط. هذه المراحل ديما نديرها معاكم.
شوفوا هنا بعد ما خيطت وقلبت، هاد الشرائط راح يجيو بالشكل هذا، نربطوهم بالشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي تاع الرقبه، تجي ظريفه وتجي باهيه وسامبل. انا حنقص الجاف ونخيط. دوك نبداو نخيطوا القندوره، نلموها، نخيطوا الامام مع الخلف. نجيبوا الخلف نحطوا الكتف مع الكتف ونقلبوا ليهم السجاف. الطريقه دي ديما نديرها معكم باش تجي الخياطه نتاع الكتف مغطيه بجزء نتاع من السجاف. انا ندير الكتف الثاني. انا بعد ما خيط الكتف في زوج راح نخيط السجاف باش ما يتقلب الناس كي نلبسوا القندوره وما يقلقناش. نخيطوه من تحت. انا نخيطو لي كوطي ديما نزيدو في الخياطه هذوك زوج اصابع ولا ثلاثه نخليهم لداخل. اونكاو تشرب القندوره ولا تزيد الزيبونه ولا ليسانسيال ديما نزيدو نديرو عفوا الزايد وما نديروش الناقص. هكذا من بعد راح نهبط حتى لتحت بصبع واحد. انا راح نعدل الكتف. انا بيسك المراه كتفها ماشي عريض بزاف، راح ندير 5 اصابع هكذا مع الكتف. حدث ابد مليحه. كي تعود وحده شويه كتفها عريض ندير 6 اصابع. هنا نخيطوا الكم. نحكم نحدد المنتصف تاعو، المنتصف اللي من تحت واللي من فوق. المنتصف اللي راح عفوا اللي راح نخيطه مع لي كوتي، والمنتصف اللي راح نحطه مع الكتاف. راح ندخلو بالشكل هذا والقندوره مقلوبه. انا عاد ما كفيتش الكم، من بعد راح نقفو. نحط المنتصفات مع بعض، المنتصف مع الخياطه تاع الكتف. نحكمها كامله على طور كامل، ومن بعد راح نخيطو على طور كامل. ما كاش يعني اسهل منه. بعد نكفها ونرجع لكم نوريكم القندوره واجده. شوفوا كيفاش جات حلوه خفيفه بسيطه جدا، مي بصح ميم في لبستها رايعه. سي غوب كدا تكون خفيفه للصيف، ما فيها حتى حاجه تقلقكم. ليزونسيال ان شاء الله تكون نالت اعجابكم واستفدتم من هذا لا فيديو. اذا عجبكم ما عليكم غير ديروا لي اعجاب وتخليوا لي ارائكم وتعليقاتكم، ودمتم في رعايه الله وحفظه، وفي فيديو لاحق ان شاء الله.